فكرة فيلم عنتر شايل سيفه بتحكي عن عنتر العاطل اللي عايش عيلة على مراته اللي عندها كام قيراط بتزرعهم فجل وكرات، وقاعد على القهوة لا شغلة ولا مشغلة، وفجأة بيتحول لعنتر كيافاتو جولوكياري توتاروما. يا فندم ايوه، ما انت ما تعرفش ايطالياني، يعني انا عنتر اللي مسجد روما كلها. ايه الموضوع بقى؟ عنتر اللي طول الوقت بيدور على المكسب السريع بيقع في ايد واحد من النصابين اللي بيوهم شباب الكرة بعقود عمل وهمية بره مصر، وطبعا عنتر بيشوفها فرصة العمر، خصوصا لما بيسمع اشهر عقد عمل في تاريخ السينما. الساعة ب5 جنيه والحسابة بتحسب 5 جنيه، الساعة ب5 جنيه والحسابة بتحسب. فبيسرق كردان الذهب من مراته وبيمشي في اجراءات السفر على اعتبار انه هيسافر ايطاليا يعمل ثروة في السريع ويرجع. وبيسافر عنتر بيكتشف ان ولا في مزارع عنب ولا غضان جرجير حتى. الأولى حمار والتانية حمار والتالتة برضك حمار. وعلشان عنتر عنده استعداد نفسي انه يعمل اي حاجه عشان الفلوس السريعه بيقع في ايد مخرج افلام من اياهم، ورغم ان الموضوع كان غريب ومريب من البدايه انت عايز مني ايه؟ لكن عنتر بيكمل، وواحده واحده رجله جت ومشي في سكه اللي يروح ما يرجعش. لكن المره دي وبعد ما بيقضيها عنتر في ايطاليا والفلوس بتجري في ايده، القفله ما بتكونش سعيده. قرب بالحجز لحد ما تتعرض على النيابة.